السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالة أولى وتانية ثانوي، أخباركم إيه؟ وحشتونا جدا جدا. بعد غياب فترة كبيرة جدا تكاد تصل 90 يوم رجعنا لكم تاني، ومحضر لكم كده مفاجأة صغيرة هقول لك عليها في آخر الفيديو ده. هنعملها لك الأيام دي اللي هي بالظبط الخمس أيام اللي فاضلين لي وأرجع تاني الجيش، علشان إن شاء الله تقدر تفيدك قبل ما تخش الامتحانات. كتير من الناس كانت عارفة الفيديوهات اللي عملناها السنة اللي فاتت، يعني أنت لو في تانية ثانوي هتلاقي الناس دلوقتي اللي في تانية ثانوي تقول لك ده احنا في اولى ثانوي المستر عمل لنا 5 فيديوهات بس، لم المنهج كله، مش بس كل القوانين، لا ده شرح كل تفصيله في ال5 فيديوهات دول، وحلينا اهم الاسئله اللي ممكن تجي لك. وبعد كده قلت لك ابدا انت زود في الحل، وبفضل الله دخلوا قفلوا الفيزياء. مبدئيا كده اسمع للناس اللي هي كانت مطنشه اصلا الفيزياء من اول الترم، او الناس اللي هي كانت مذاكره من اول الترم بس حاسه اللي هي ناسيه، او الناس اللي هي عندها ضربات صغيره كده وقع منها في الفيزياء. ان شاء الله هننجزها لك في فتره صغيره كده، لكن ان شاء الله هنعمل لك حاجه جديده على الحاجات دي. فالناس اللي هي بتسال في اولى ثانوي فين يا مستر فيديوهات المراجعه دي، علشان انا اصلا بطيخه في الماده وما ذاكرتهاش من اول ما دخلت ونفضت لها. اسمع كده، هتفتح القناه بتاعتنا خالد بكير، وبفكرك عاوزك تشير القناه دي لكل زمايلك عشان نقرب من حلم ال 80,000. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، ويلا بص كده معانا. اول حاجه هتفتح قوائم التشغيل، هتلاقي في قائمه تشغيل اسمها تلخيص منهج الفيزياء الاولى ثانوي للازهر والنظام الجديد. خلي بالك ان في ترم اول وفي ترم تاني، عشان في ناس اصلا بتسمع اول فيديو في الترم التاني وهي ماشيه اصلا مش في دماغها. ركز ان في ترم اول وفي ترم تاني. هتلاقي ان الترم الاول بتاعك، وهيظهر على الشاشه الكلام ده، في 5 فيديوهات. هتلاقي ان اول فصل ملخصه لك في فيديوهين، فيديو ساعه و3 دقايق وفيديو 22 دقيقه. وبالمناسبه الفيديوهين دول على بعض الحمد لله قربوا اكتر من 300 الف مشاهده. عملت انجاز كبير جدا جدا المراجعه دي، والحمد لله ربنا يجعله في ميزان حسناتنا. بعد كده جينا الباب الثاني لخصناه لك في فيديوهين، واخر فصل عندك لخصناه لك في فيديو واحد بس. يعني من الاخر انت عندك بالظبط 5 فيديوهات. لو جيت جمعت عدد الساعات انت عندك ساعتين 3 4 5، بالظبط 5 ساعات تكون مخلص المنهج بتاعك. مش بس بقول لك كل القوانين اللي عندك، لا والله كنت اقول لك القانون وبنستخدمه في ايه، وكنت بقول لك النظري، وكنت عشان عامل احترام لرجاله الازهر كنت بقول له الاستنتاجات احنا ازاي بنستنتجها. يعني من الاخر كأن منهجك بيتشرح من الاول في 5 ساعات بس. اللي انت عليك انك انت تفتح الكتاب معايا وتعمل ايه، تبدأ تدون ورايا وتبدأ تبص على الكتاب. هتلاقي ان كل كلمة موجودة عندك في الكتاب انا قايلها، واللي عليك ان انت تبدأ بس تزود في نسبة الحل مش اكتر. وانت معاك فترة كبيرة جدا تكاد تكون من شهر لشهر وشوية، لان في ناس هتمتحن في اول واحد وفي نص واحد وفي اخر واحد، فانت عندك وقت كبير جدا. ده بالنسبة لرجالة اولى ثانوي. طب رجاله تانية ثانوي، لو جيت برضو رحت لقوائم التشغيل هتلاقي ان في قائمه تشغيل كده، هتلاقيني لابس سوت شيرت اخضر كده، وهتلاقيني ايام ما كنت بشعر قبل ما اخش الجيش، ايوه ايام الراحه لما كنا في كليه. بص يا سيدي، هتخش على قائمه التشغيل الخاصه بيك، ومكتوب ايه؟ مكتوب تلخيص منهج الفيزياء للصف الثاني الثانوي للازهر والنظام الجديد. خلي بالك برضه عشان في ترم اول وفي ترم تاني، اوعى تبعد علشان في مفاجاه الاولى وثانيه ثانوي في اخر الفيديو هنعملها لك اليومين دول. لو فاتت منك الفيديوهات دي هتطير. فيديوهات من الاخر فيها حلة الزيتون اللي انت مستنيها مني. بص يا عم، هتلاقي منهجك كله برضو متلخص في كام فيديو؟ 5 فيديوهات بس. 5 فيديوهات بس. مستر، هتلاقي ان واحد في تانية سنة وبيقول لي ازاي يا مستر، ده انا فصل الضوء ده بالنسبة لي اصعب فصل انا شفته في حياتي. فصل الضوء ده خلاني اصلا ناوي اخش ادبي بدل علمي. انا بقول لك اهو، ايام ما انا كنت في ثانوية عامة كان فصل الضوء ده عامل لي اصلا وش في دماغي، لكن لما جيت انا بدأت ان انا ادرسه للطلبه، بدات ان انا اشوف الحتت الصغيره اللي اقدر اسهلها عليك بيه. فما تخافش، بفضل الله عامله لك في 3 فيديوهات. بص من الاخر هيخليك تلعب بفصل الضوء ده كده زي ما بتلعب كوره، للناس اللي هي بتحب كوره. عندك انت اول حاجه الفصل الاول السهل. عارف السهل ده؟ السهل جدا، اللي كان بيتكلم عن ايه الحركه الاهتزازيه، وبعد كده الراجل دخل في ايه؟ الراجل دخل في جزء الموجات. حاجات سهله يا مستر. لخصناه لك في كام ساعه؟ في ساعه ونص.
الفصل الاول كامل في ساعه ونص. طيب تعال نخش يا مستر على فصل الضوء. فصل الضوء عندك متلخص في كام ساعه؟ اول فيديو ساعتين ونص، تاني فيديو هتلاقيه 58 دقيقة، تالت فيديو هتلاقيه ساعة ونص. وانت بكده يا معلم فصل الضوء حطيته في جيبك من الاخر. ما تخافش، انا بقول لك اهو، ولو انت مش عارف توصل للكلام اللي انا بقوله لك ده هحط لك لينكات القوائم التشغيل الخاصة بالكلام ده تحت الفيديو بتاعك، سواء في الكومنتات او في الوصف يا عم، وزي ما هو هيظهر ان شاء الله على الشاشة بتاعتك. بعد كده انت عندك اخر فصل اللي هو المواقع، وانا ملخصه لك بالظبط في ساعة و10 دقايق. لما تيجي تجمع عدد الساعات برضو هتلاقيه بالظبط مش مكمل ال5 ساعات على بعض. فانت من الاخر كده هتخش الامتحان وحاطط في بطنك بطيخه صيف. بس كده يا مستر هو ده اللي هنعمله؟ يعني الناس اللي هي في تانية ثانوي مصدقه الكلام ده لانها في اولى ثانوي بفضل الله شافت الكلام اللي انا بقوله ده. الناس اللي في اولى ثانوي خايفه شويه. ايه يا مستر بقى المفاجاه اللي انت بتقول عليها؟ المفاجاه ان احنا دلوقتي حالا دلوقتي بالظبط هنبدا ان احنا نجمع لك كل القوانين اللي موجوده عندك في منهجك، وان شاء الله نحطها على السبوره ونعملها لك في فيديو واحد بس كده يا مستر. طب ما انا لو عيل مجتهد لسه معايا وقت هجمع القوانين في ورقه وكده خلاص، زي ما انا هعملها لك كمان في ورقه وهنزلها على صفحه الفيسبوك واحط لك لينك الفيسبوك بتاعنا تحت. لا مش بس كده، كل قانون انا هكتبه لك هقول لك القانون ده احنا بنستخدمه في ايه، وباذن الله برضو هحاول اضيف كده حاجات سريعه نظري ممكن تجي لك في الامتحان، بس هيبقى السبوت كامل على كل قانون انا بكتبه لك. هنقول لك الوحدات القياس بتاعت الحاجه دي، وهقول لك القانون ده انا بستخدمه امتى ولما يجيب لي مسائل عامله ازاي، وممكن يجيب لي مسائل اضطر ان انا اخد اول قانون وتاني قانون وتالت قانون عشان اوصل للقانون النهائي. وهفهمك كل قانون استنتاجه كان عامل ازاي، لان انت عندك قوانين جت من قوانين قبل كده فوق. ففي ناس بدل ما هي تحفظ 10 قوانين عليها ان هي تحفظ قانون واحد بس، وتقدر تجيب ال10 قوانين من خلال اول قانون. فان شاء الله في خلال ال5 ايام دي قبل ما ارجع ان شاء الله الجيش تاني، وعد مني ان رجاله اولى ثانوي هيبقى ليها فيديو في كل قوانين منهجك، والتانية ثانوي هيبقى ليهم فيديو فيهم كل قوانين منهجك. مش بس كده، الورق بتاع القوانين ده ان شاء الله هينزل، يا اما نصور السبوره قبل ما نبدا الشرح والشغل عليها باذن الله. عاوزك تشير الفيديو ده لكل زمايلك عشان يوصل لهم الفيديو ده. ومرحبا بيك يا عم، وحشتنا جدا جدا جدا. وما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب للقناه علشان تتابع الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وما تنساش المراجعه القويه اللي احنا منزلناها من سنه على القناه بتاعتنا. ما تخافش، بص شرح بالتفصيل الممل، ومفيش حاجه اتغيرت في المنهج الجديد، يعني السنه دي ما تفرقش عن السنه اللي فاتت في حاجه. فاتمنى ان انت تشير الفيديو ده ولايك على الفيديو ده، ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. سلام يا بطل.